ما الذي جنيناه وما الذي جناه المسلمون من قبل ومن بعد من الخروج على ولاة الأمور غير الويلات والنكبات وسلب الأمن، وكذلك أيضا ما يحصل للبلاد وللعباد من الخوف وقطع السبل. هذا الذي جنيناه فقط من هذه الأمور. فلذلك صرخ أهل السنة لما قامت تلك الثورات وتلك الانقلابات في اليمن، لم يتكلم أحد فيها ولم يبين أحد خطرها على المسلمين إلا أهل السنة، فعادونا بسبب ذلك ومكروا بنا وسلطوا علينا الحوثي وغير ذلك من الأمور التي مكروا بها. كل ذلك لأننا وقفنا ضد الثورات وضد الانقلابات. وصرخ أهل السنة سواء في دماج أو في غير دماج وأن هذا يا قوم لا يجوز، وأن هذا يجر البلاد ويجر العباد إلى الأضرار وإلى الأخطار، فاتقوا الله يا قوم. فلم يسمع لهم أحد. فالحال كان قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. صرخ أهل السنة بهم فعادونا ومكروا بنا والعياذ بالله، وفتلوا لنا في الذروة والغارب حتى سلطوا علينا ذلك المجرم، وكانوا السبب في تسليط الحوثي علينا. حصل للبلاد بعد تقدير الله ما حصل. تسجيلات أهل السنة بالمهرة تقدم لكم هذه المادة.